بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى غاليات، إلى حبوبات، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والسرور، ولا مساء الخير، مساء النور. تحية كبيرة لكم من داخل الوطن ولا من خارج الوطن. إيه وش راكم لاباس؟ إيه بخير ولا وش صحتكم؟ وليداتكم ربي يهنيكم، ربي ينجحهم إن شاء الله، ربي يحفظكم. واللي ما عندهمش وليدات نقول لكم ديما ربي يفرحكم. وتحية عطرة لكم، تحية كبيرة لكامل الأخوات وبالخصوص العزيزة الأخت الغالية أم قمر. تحية كبيرة لك يا أم قمر، نقول لك ربي يحفظك، ربي يهنيك. وما تنساوش أخواتي ادعيوا لها، محتاجة الدعاء، تمر كما نقولوا حنايا عندها شوية أمورات هكذا. الدعاء في ظهر الغيب مستجاب، وحنا خواتات ندعيو كامل لبعضنا. وللأخت أم كريم، هي أم كريم، هي أم كريم، تحية كبيرة ليها. حبيبتي الغالية، نقولها ربي يحفظك، ادعيوا لها ثاني مسكينة تكمل أدويراتها أو تتهنى، يعني ثاني حالتها مزرية. ربي ان شاء الله يهنيها في دويرتها، وكامل ربي يهنيكم. وحده من غير الحال راني نتفكركم كامل وندير لكم ديديكاس كامل، كيما نقولوا كل خطره نديروا الاخوات. وحنا جيتكم بالوصفه تاع الباذنجان. واش نقول لكم؟ اي جاي يهبل، يهبل يهبل. صدقوني تحطيه هكذا، ديروا له شويه تاع ماء كيما شتوني في الطاوه، ديروا له توابل كامل. الا عندك ثوم مرحي ديري، الا عندك حب ديري، وحطيه يغلي مده 10 دقائق برك. من فوق 10 دقائق ما تزيديلوش. ومن بعد تيك حطيه صفيه كما نقولوا حنا، حطيه بابي اوبسيرفون ولا نشفيه، ولا حطيه في سله كما حطيته هنا يستكتر. حطيه مده كما نقولوا ديريها مثلا، ديريها على 8 خدميه، وخليه جوي 10 ولا 11 باه تقليه. يعني صباح كي تنوضي خدمي حطيه يستكتر وخليه. هنا ياكم شتو امامكم، درت جوج بيضات، فرينه وتوابل كامل، ودرت زوج سنينه تاع ثوم ولا سنه تاع ثوم كيما تحبي. طبعا الملح ما تنساوش، واللي تحب دير هذه الطريقه. ومن بعد ترمدوا في الشابلير تاع الخبز، اي يجي هبل، يجي احسن من هك. كانت انا خلصت لي لا شابير تاع الخبز ما توفرت ليش، يعني ما نكذبش عليكم، مش ما كانش الخبز كاين مي رحت نخدمها، ما نكذبوش على بعضنا. هيا وليت درتو هكا برك ميم هكا جاي هبل. شوفوا انا خدمته قلت لكم الصباح، يعني كي نوض فطرت حطيته يغلي، ومن بعد تيك خدمته. قلت لك وديري بهذه الطريقه، بهذه الطريقه عفوا يجي يهبل. وشاهدتكم في الجنه اللي شاهدتهم. وتحيه كبيره ثاني للاخوات اللي كما نقول لك اللي راهم يتابعوا فيا، اللي نقول لكم ربي يحفظكم، ربي يهنيكم. تحيه لام ماريا، تحيه لخديجه، تحيه لهاجر، تحيه لساره، نقول لكم ربي يحفظكم. ربي يهنيكم. حبيبتي الغاليه ام جوري، نقول لك ربي يهنيك. الحبيبتي الغاليه ثاني سعيده تيب، نقول لك ربي يحفظك، ربي يفرحك. الكامل الاخوات اللي تبعوا فيها، ام رفيق حبيبتي الغاليه، كامل تحيه كبيره لكم بكل. قلت لكم كل مره ندير ديديكاس الاخوات وما يغيظكمش الحال. والاخوات الوفيات، يعني كما قال لك راه اليوتيوب هو اللي خرجهم، وهو اللي يعني كما نقولوا حنايا ينعتهم لك، يعني اللي راهم كما نقولوا حنا يتابعوا فيك، يحطوا لك البصمه، يعلقوا لك. اليوتيوب خاكم على بالكم هو اللي دار الطريقه هذه، دار الميزه هذه باش نعت لك الناس اللي كما نقولوا حنا راهم اوفياء معاك. ونقول لكم كونوا اوفياء، وكونوا كما قال لك ان شاء الله منو هكا ان شاء الله نوليو ان شاء الله نديروا مسابقات. طبعا الوفيات راح يكونوا هما الاوائل، يعني يكونوا هما الاوائل في المسابقه. لانه كما قال لك احنا ما نروحوش نديروا نبدلوا بالمسابقه بالناس اللي تكون يعني كما نقولوا حنايا ماهيش وفيه معاك. ديما الناس الاوفياء. هاي تخلطت الهضره. واش نقول لكم، انا نكملها هكذا والله ما نقطع معاكم. هاي يا سيدي قلت ما كان له، خليني نكمل المقطع هكا. خاطر اللي فات قلت لكم الثلج شو شوفوا كيفاش جا، قلت لكم جاي هبل هكذا. يبان لك حاجه عادي، بس حكيت حطيه صدقيني والقو تاعو راه يتبدل. شوفي تبان لك شغل قريت عفوا قليتي الحوت، قليتي الشيفلور، يجي شوفي الريحه تضرب تاع الحوت، بس الذوق تاع الشيفلور وهو باذنجان. هيا ديريها في راسك يا سيدي، يجي هبل. ويجي ناشف، ما يجيش مزيت. ميم الولاد ياكلوه عادي. انا قلت كلحتهم مكلاوه حطوه شيفلور، يعني انا الباذنجان الولاد تاعي ما ياكلوهش، بصح حطوه يعني جاء شي شهي شهيتكم في الجنه. حطوه كما قلت لكم شيفلور كلاوه بالطريقه هذه تخدمي. وكاين اللي يديروا له هكذا، يديروا له صوص طوماط. كل وحده كيفاه دير، كل وحده كيفاه تقدم. كاينه اللي تحب الحاجه ناشفه كيما حنا هكا، كاينه اللي تحب ديروا صوص طوماط وتحطوه كيما هكذا وتحطوه في الفرن. يعني كل وحده وطريقتها. انا درته غير هكذا، يعني خفيف شايح ما فيه والو.
وزدت شرشمت كما نقولوا حنا بيضات. طبعا البيضات ما قشرتهمش انا، ما نقشروش، نخليه كما نقولوا حنا اللي حاب ياكل البيضه تاعو يقشرها باه ما تهزلك حتى جراثيم. ماشي كما نقولوا حنا تقشريها وتحطيها في الباطه دير لك هذيك الريحه، ولا نهار طول انت البيضه هذيك محطوطه تخليها هكذا. اللي يبغى ياكل البيضه تاعو يقشرها. وشهيتكم في الجنه وشهيه طيبه. وهذا هما الاكلات الصيفيه تاعنا، يعني كما قال لك اكثريه الشعب الجزائري رانا هكا. هنا شوفوا كيفاش جاي يبان يعني سبحان الله، يبان يعني لي كوت، ما يبانش باذنجان نهائيا ولا دنجان ولا كيفاه، كل بلاصه كيفاه يسميوه، وكل كما قال لك كل بلاصه احرار. وهنايا كنت يعني كان قعد لي الوقت وعندي خدمت لك ليله درتها، يعني درتها بنهار قبل، ما نكذبش عليكم راهي درتها البارح كما نقولوا حنايا، والغدوه خدمتها. هذا الماء تاعها اللي صفيته ماهوش هذا الماء كامل، الماء نص الماء سيحته، حكمت غير هذه الكونتيتي باه نخدم بها باش تمد لي لو غو تاع الفرماج. هذا ما كان يعني ما ضفتلوش اضافات واحده اخرى من برا، بنفس الماء تاعها كنت خدمتها. هنا ضفت زوج مغارف كبار تاع زبده، ونضيف هذاك الماء بشويه ونخلط حتى نتحصل على كريمه يتخلط لي كامل. وطبعا الماء هذا انا نخلي منه شويه دوك من بعد نخدم به، يعني كما نقولوا حاجه واحده اخرى اللي هي راح تخليه مسماسك. هذا الجبن يعني بزاف كما نقول لك اخوات اللي يقولوا لك انا نخدم كاينه طريقه اخرى نخدموا بها، وكاينه الطريقه هذه بزاف طرق. وحنا هذا الجبن المنزلي تاعنا تاع الدار ماهوش تاع المصانع، ولا تاع المصانع طبعا فيه مكثفات فيه اضافات فيه، طبعا تاع الدار كامل نشتيوه يعني مليح، يعني يجي عنده ذوق خاص. هنا راكم شفتوا درت نشا في الماء هذاك اللي قعد، هذه الكونتيتي تاع الماء قيس كيس ونص، كيس ونص زدت درت له اللي خلطت به خلطته، والكيس ونص اللي قعد ضفت له نورمالمون 3 مغارف تاع نشا وحطيته يعقد، وضفته لهذاك هذا الخليط نتاعي وتحركيه مليح. شوفي هو تخدميه يعني بالبرا ولا بالاشواره، اللي ما عندش البرا تخدمي بالاشوار عادي ما كاينش مشكل. وشنو هو بالبرا ما يجيكش فيه الحبيبات، يجيك رطب، هذا مكان يعني البرا خير من الاشوار في هذه العمليه. وراح تحصلي نفس يعني نفس لوغو، صدقوني جاي هبل والله غير جاي هايل يعني. واني دوك خدمته يعني كما نقولوا احنا عنده ايامات، بصح دوك راني نستعمل فيه يعني جاي هبل نستعمل فيه، يعني نديرو كما نقولوا احنا تقدري هذا الجبن تستعمليه مع كما نقولوا احنا لي زانغريدون هذوك تاع لاصوص هذيك ولا الكريمه هذيك نديروها في الطاكوس ولا نديروها في الشاورما، تخدمي به يجيك واحد الكو يهبل يعني كي تحبي ما تاكليش. طبعا انا الكليله قلت لكم يعني خدمتها ما حبيتش نطيشها، قلت نديرها هكذا خير من مكانش. ومن طوهي ما تكلفش الحوايج كاينين في الدار، كيعودوا الحوايج ما كانش الله غالب، كيعودوا الحوايج متوفرين تقدري تخدمي. وكامل بيوت هكذا ساعه ساعه حاجه ما كان، ساعه ساعه تحلي الفريجيدير تلقاه يصفر، وساعات تحلي تلقاه ما شاء الله كل نهار وبركته، وكل يوم ويومه وخلاص. هنايا كانت عندي شويه تاع جبن ثاني تاع الجبن تاع يعني تاني نشريوه من برا، هذه هي شويه اللي كانت قعدت. وهنايا الملح ديري شويه الملح، يعني الملح تولهي ليه ماشي ما ديريش طول يجيك صامت وماشي تروحي تخليها. وهنايا ضفت له قيس مغرفه، انا حطيت عيني هي ميزاني بصح هي مغرفه صغيره تاع قهوه درت بها لا ليفير هذه الخميره. خاطرش بزاف اخواتي يقولوا لي اشرحي لنا مليح برك نهزوا عليك طريقتك هذا ما كان، باسكو اليوتيوب معمر الوصفات وهذو الحوايج هم غير هما. وشنو انا الكيفيه اللي خدمت بها انا خرجت لي جاتني مليحه، وكل وحده كيفاه. هاي هنايا كملت، شوفوا كيف ميكسيت وخرج رطب يهبل، لازم تحصلي عليه هكذا. وعاودت حطيته مده 10 دقائق، يعني لا غير 10 دقائق فوق النار. انا عاودت ميكسيتو مليح، شوفوا كيفاش تحصلت عليها وامامكم يبان يعني ها ورطب. ميكسيتو مليح وفرغته، جبت باطا دهنتها بشويه تاع زيت بورتمونجي ولا واش عندك، هاي البورتمونجي هذه مهم تكون عندها غطاء تكون تتغطى، هذا مكان باه ما يديكازاش ما تخرجش الهواء وما يديرلكش ما يفسدلكش. تغطيها مليح وتحطيها في الثلاجه، ما تحطيهاش في الكونجيلاتور، الثلاجه تحت عادي جدا. هو خليته انا الليله كامله باه يعني نعتولكم كما نقولوا حنايا خدمته اليوم الغدوه الليله كامله باه جيت انا صبرته معكم
واللي تحوس تحصل على نتيجه مليحه ويكون يجي ابن من هكا يمد النكهه تخليه يطول. اللي تعود كما نقولوا حنايا عندها يعني الجبن وهذا تحب ما تستعملوش تخدميه تحطيه للحاجه على الضرورة راكي تحتاجيه تجبديه. كيما انا خليته قعد ايامات يعني. انا نشتي هذا الجبن المنزلي يعجبني. كل واحدة كيفاه. شوفوا لهنا راه بايت ليلة كاملة وفي الثلاجة تحت عادي، ماشي تروحي تحطيه يعني الفوق. يجي كما الجبن تاع البيدون، شتي تاع البيدون يجي كيفو. هزي فوتوكوبي فولة تاع البيدون كيما نقولوها بالدارجة تاعنا خوه والدمو. فقط تاع البيدون عنده زايدين له مكثفات وهذوك الحوايج كيما نقولوا حنا ما يفسدش ما تخلاش مدة الصلاحية تاعو. وهذا مكان وهذا مخدوم في الدار كونتيتي قليلة كيما نقولوا حنا ماكش راح تخليه يطول وما فيش يعني المواد اللي الحافظة اللي تخليه يطول. صدقوني يعني مانيش ما راكمش تشوفوا غير في الفيديو يعني بصراحة جاي شهي يعني وشهيتكم في الجنة يعني ما راهش غير كي نصور معاكم يعني في الفيديو ولا تقولوا او في الفيديو برك. في الواقع تاعو جا بنين جا في الحقيقة تاعو جاي شهي يعني اللي تجربوا ما تندمش عليه. واللي عندك الحليب رايب جربيه وحنايا وقلت لكم حنايا وانا خدمته بالحليب تاع ساشيات يعني كي تخدميه بالحليب تاع الباكرات يعني دوريجين راح يجيك خير من هك. حليب الساشيات هاكم شفتوه يعني حليب مبستر يعني منحين له هذا الامورات بزاف. بصح بالحليب تاع البقر راح يجيك روعه 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 يعني اللي عندها يعني البقرات. يوم نقول لك خدميه وما تندميش عليه وادعي لي دعوه خير وهيا يبقى على خير يا وجه الخير.